في ناس بتعيش وتموت في الدنيا دي من غير ما يتعلموا حاجة، زي ما دخلوا زي ما خرجوا. اوعى تبقى واحد منهم. النهاردة هنقولك على 12 مهارة ما ينفعش ما تتعلمهمش في حياتك. 1. مبادئ الاستمرارية في الحياة، ودي المهارات اللي تخليك تقدر تحافظ على نفسك حي تحت أي ظرف صعب، وغالبا ما بيتعلموها أشبال الكشافة في البدايات، زي إشعال النار من أحجار وخشب وعمل خيمة، تسوية الأكل وغيرها من الحاجات اللي مثلا لو انت في غابة لوحدك تقدر تعيش بيها. 2. الإسعافات الأولية، زي تضميد الجروح وإفاقة المغمى عليهم وحاجات كتير، مش بس هتحافظ بيها على نفسك، كمان حياة ناس ممكن تبقى مرهونة بكونك عارف الإسعافات دي ولا لأ. الدفاع عن نفسك، مبادئ الفنون القتالية أو فن الدفاع عن النفس زي ما بيسموه، بيعتبر حاجة أساسية وملحة للغاية، خصوصا في بلد ما فيهاش بلطجة خالص زي مصر كده. اتعلم تغير كاوتش العربية، والله دي حاجة من أهم الحاجات اللي لازم تتعلمها، مش هتصدق كام واحد متعلمهاش وقضى ليله على الطريق السريع مستني مساعدة. 5. اتعلم تقول آسف، دي واحدة من ضمن أهم المهارات اللي لو اتعلمتها حياتك الاجتماعية هتبقى في غاية السلاسة. أطباء نفسيين صنفوا الاعتذار عن الخطأ العلاج رقم 1 لأكتر من 40% من العقد النفسية. 6. اتحكم في غضبك. ناس كتير بتشوف ان العصبية دي حاجة في طبع الانسان وما ينفعش تتغير، لكن خبراء تنمية الموارد البشرية ما زالوا بيأكدوا انك لو في كل مرة اتنرفزت فيها تعمدت انك ما تتعصبش وكتمت الغضب اللي جواك، بعد حوالي 40 مرة هيبقى التحكم في الغضب طبع من طباعك، وهتلاقي نفسك بتعمله بشكل لا ارادي. الدكتور المصري الراحل ابراهيم الفقي كان واحد من اول الناس اللي ايدوا الطريقة دي. 7. تنظيم الوقت، مهارة مش كل الناس عارفة قيمتها. المهارة دي بتخليك قادر انك تنجز مهام عملاقة وكبيرة جدا في 24 ساعة اللي في اليوم، في ظل ان نفس 24 ساعة دول مش بيكفوا اشخاص انهم ينجزوا مهام صغيرة جدا. 8. مهارة التحدث قدام الناس. الأطباء النفسيين بيصنفوا الخجل على انه مرض الى حد ما، علاجه هو انك تسعى لاكتساب المهارة دي، تروح اماكن فيها تجمعات كبيرة وتخش في النقاش بشكل لطيف، مع الوقت هتلاقي نفسك اكتسبت المهارة لوحدك. 9. مهارة عمل حوار ناجح. الحوار الناجح هو اللي بيقوم في الأساس على أفكار مرتبة، محدش بيقاطع فيه التاني لحد ما يخلص كلامه، وكلامك كله بيبقى موجه في صلب الموضوع من غير انجراف لأي مشاعر شخصية. لو قدرت تعمل كده يبقى مبروك عليك المهارة دي. 10. اتعلم أكتر من لغة، على الأقل لغتين كمان غير لغتك الأم، مش لازم تبقى فاهم تفاصيل معقدة، يعني أساسيات اللغة تكفيك في إنها تخليك تتفاهم مع أشخاص من كل أنحاء العالم. بالمناسبة من أسهل الطرق الحديثة عشان تتعلم أي لغة عن طريق مواقع زي pusu.com أو duolingo.com. 11. اتعلم تنظم ميزانيتك الشهرية. اعرف انت بتصرف فلوسك في ايه وبيجيلك فلوس منين. من أحسن الطرق اللي هتساعدك هي انك تكتب كل اللي بتصرفه في آخر كل أسبوع مثلا، وتعرف ايه نقاط الضعف في ميزانيتك أو ايه أكتر حاجة فلوسك بتتهدر فيها. 12. اتعلم تستخدم الكمبيوتر صح، حتى ولو كان عمرك 70 سنة. ما ينفعش نبقى في أواخر 2015 ناسا بتبعت روبوتس لاكتشاف الكواكب ولسه في ناس مش عارفة أساسيات الكمبيوتر. المهارة دي بالذات صنفت في عدة أبحاث كونها الأهم على الإطلاق في الكام سنة اللي فاتوا. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.